السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هشام لوجيا، قناة دروس مادة الاجتماعيات والتاريخ والجغرافيا. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله، وهو أول فيديو من سلسلة دروس الاستعداد للامتحان الوطني والجهوي بالنسبة لمواد التاريخ والجغرافيا، وكذلك بالنسبة لمادة الاجتماعيات بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله ستتعرفون على البرنامج الذي سنتبعه في هذه السلسلة من الفيديوهات التي سنقوم فيها بمراجعة جميع الدروس التي يمكن أن يتم فيها الامتحان الجهوي والوطني بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي والأولى بكالوريا والثانية بكالوريا. إذن في هذا الدرس سنتطرق إلى منهجية الحفظ، وأغلبية المتعلمين أو التلاميذ يجدون مشاكل كثيرة في كيفية الحفظ. إذن أمامكم نموذج أو طريقة سهلة للحفظ، ألا وهي طريقة تحويل الدروس إلى خطاطات. منين تجيك طريقة ديال الحفظ صعبة، كتشد الدرس كتقسمو أو كتحولو إلى خطاطة. كنديرو كما نلاحظ هنا العنوان، ولدينا مثال درس الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية عظمى. هذا الدرس يتكون من 3 فقرات قسمناها كما يلي: الفقرة الأولى في الخانة الأولى، الفقرة الثانية والفقرة الثالثة. إذا الفقرة الأولى المؤهلات الطبيعية والبشرية والتنظيمية. إذا لدينا مؤهلات طبيعية والبشرية والتنظيمية. طبيعية تضاريس ومناخ، بشرية مؤهلات بشرية، ثم جوانب تنظيمية. لدينا في الفقرة الثانية مظاهر التفوق الاقتصادي الأمريكي. هذا مظاهر التفوق الاقتصادي، عندما نسمع كلمة الاقتصاد يقصد بها فلاحة، صناعة، تجارة. لدينا قوة الفلاحة، قوة الصناعة، قوة التجارة. ثم المشاكل والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي: التحدي الأول، التحدي الثاني، التحدي الثالث، الرابع، الخامس. إذن ونكتفي. في الحالة التي نجد فيها مثلا 6 أمثلة، 7، 8، نأخذ 4 أمثلة فقط، لا نقوم بحفظ جميع الأمثلة. وكذلك في عملية التلخيص، هذه طريقة الخطط هي أفضل الطرق وأسهلها وأيسرها. ممكن أنني نلون هاد العناوين بألوان. هناك العقل ديالي كيتذكر بأن ندرس الولايات المتحدة في 3 ألوان، مثلا الصين في 4 الألوان، كنتذكر بأن 4 الألوان، إذا عندي 4 الفقرات. بالنسبة للمؤهلات مثلا تندير 3 الألوان، عندي طبيعية، بشرية، تنظيمية. بهذه الطريقة كنسهل عليا عملية الحفظ، وفي نفس الوقت كتكون عملية ممتعة، وفي نفس الوقت كدير انت التلخيص ديالك اللي كيكون سهل وبسيط، وكتفهمو انت اكثر من التلخيص الجاهز. اذا هذه افضل وسيلة، وهي الطريقة التي سنعتمد عليها في تلخيص الدروس وكذلك في شرحها، هي طريقة الخطاطة. وإن شاء الله سنبدأ بدروس الأولى بكالوريا، ثم بعد ذلك الثانية بكالوريا، بعد الدروس الصعبة فيها فقط، وكيفية التعامل مع الامتحانات الوطنية والجهوية. إذا لا تنسوا الاشتراك بالنسبة للزوار الجدد للقناة، وخلوا لنا كومنتير ولا أي تساؤل كيبان لكم، أي شيء ما عرفتوش ولا أي سؤال كيخص المادة ولا المنهجية. مرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.